واحد مرة قال لي أنا بالنسبة لمعايير الناس أنا مش غني خالص، بس بالنسبة لمعاييري أنا غني جدا. وهنا سبحان الله تكمن واحدة من أهم فلسفات السعادة في الحياة. الإنسان بطبيعته، ودي خلقة ربنا سبحانه وتعالى، إن هو بيعرف هو فين مقارنة بالآخرين. يعني لو أنا معايا دلوقتي نص تفاحة والناس اللي حواليا كلهم معهمش تفاح، هكون أنا أغنى الناس. طب لو أنا معايا تفاحة والناس اللي حواليا كلهم، شوف اهو اكتر صح، والناس اللي حواليا كلهم معاهم قفص تفاح، هكون انا ايه؟ افقر الناس. ولذلك ده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يعلم ان الانسان بطبعه كده كده هيبص حواليه عشان يحدد هو فين، فامرنا ان في امور الدنيا ننظر لمن هم ادنى مننا عشان يحصل عندنا الشيء من الرضا ده، وفي امور الاخره نبص على هم اعلى مننا عشان يحصل عندنا الهمه والاجتهاد ده. وهنا تيجي حته مهمه قوي. يحدث الآن من تطوير محتوى للنجاح وانك ازاي تكون غني وازاي تكون قادر وازاي تكون احسن، مش ضد ده خالص، ولكن الفكرة انه ما يسوق لي الآن انه لتكون انسان سعيد، لتكون انسان مطمئن، يجب ان تلهث ورا الدنيا وماديتها بهذا الشكل عشان تركب العربية دي وعشان تقعد في المكان ده. انا جاي اقول لك ربنا يرزقك احلى عربية ويرزقني معاك يا عم احلى عربية، ولكن الانسان يجب ان يعلم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل فيه هناك طريق للراحة والسكينة والطمأنينة لجميع الناس، غنيهم وفقيرهم. وربما غنيهم يكون هذا الطريق أصعب عليه. ليه؟ واحد قاعد في حي بسيط وهو الوحيد فيه اللي عنده عربية صغيرة كده والناس كلها بتركب مواصلات، قاعد في شقة صغيرة بس هو الوحيد اللي ملك والباقي كله إيجار، حاسس إن هو برنس صح؟ مقارنات في حياته ضعيفة وبسيطة، أحس إن الحمد لله بص كل يوم شوف ناس ده تركب مواصلات وتمشي في الحر وأنا الوحيد اللي راكب العربية الصغنونة دي. على عكس في واحد تاني غني والله العظيم والله العظيم والله العظيم شفتهم في الحقيقة، إنه يكون راكب عربية رهيبة وساكن في مكان هايل، ولكن عليه ضغوط نفسية شديدة جدا لأنه هو أقل الناس امتلاكا في المحيط الاجتماعي اللي هو قاعد فيه، ولذلك تلاقيه دايما مضغوط وعمال طب وأنا عايز أصرف هنا، طب وأنا عايز أقترض هنا، وأنا عايز أعمل هنا. وكأن سبحان الله سبحانه وتعالى يعني عز في الدنيا دي أن يكون إنسان مرتاح وسعيد بشيء من دونه. أنت مع ربنا لو نظرت للأمور بشيء من الرضا والحمد والامتنان لما تملك، عمرك ما هتبقى عينيك مزغلله كده. ولذلك هي دي نصيحتنا في الدنيا، بص للأقل منك، والنصيحة القرآنية ولا تمدن عينيك بما متعنا به أزواجا منهم. ما تبصش في إيد اللي قدامك، ما تبصش في إيد الناس اللي معهم حاجات أحسن منك. وهنا يبقى أن الراحة والسكينة والسعادة هي اختيار، لا بأنك تستثمر أسهم، ولا بأنك تركب عربية غالية، ولا أن أنت تروح بيت كبير، ولا أن أنت تكون رقم البنك بتاعك حسابك مش عارف عامل إزاي. ربنا يرزقنا ويرزقك، بس اوعى تفتكر أن أنت منتظر اللحظة دي، أو أنك يجب أن تلهث وتخسر كل شيء في حياتك سواء صحتك وعلاقاتك، وكمان أهم من كل ده علاقتك بالله سبحانه وتعالى عشان توصل للحتة دي. صدقني والله العظيم انا ممكن يكون ما وصلتش لهذا الغنى، لكن شفت اهل هذا الغنى فيهم ناس راضيه وسعيده، بس ما رضيوش وسعدوا بالمال، رضيوا وسعدوا بالايمان. فمش بقول عشان بس في نظره كده طبقيه اللي هو ايه، عشان انت ما عرفتش تجيب فلوس فتقول الاغنياء دول متنكدين، لا، في منهم متنكدين وفي منهم مطمئنين وسعداء، بس اللي اطمئن منهم ما اطمئنش بالمال. دي والله العظيم سر لو أيقنته هنا هتمشي في الحياة مطمئن ومرتاح. فاجعل في يومك دايما مساحة لأنك تحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما تمتلكه، ولا يمتلكه كثير وملايين من الناس. انت النهاردة عندك اكسس للمية، بتعرف تشرب مية، بتعرف تستخدم مية الحمام بتاعك، عندك صرف صحي، في ملايين من البشر ما عندهمش ده. قادر تبص على موبايل، في ملايين من البشر، النسبة الأقل من البوبيليشن بتاعت العالم هي اللي أصلا تمتلك هواتف ذكية، وكنت قلتها في فيديو قبل كده. أنت في نعيم كبير جدا من كرم الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا نظرك للآخرين وتركيزنا على الحياة المادية يشعرك دائما أنك في نقص. وسبحان الله احنا في خير كبير جدا لو حمدنا الله عليه نعيش مرتاحين عمرنا كله. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، ولكن شوية سعادة بقى، شوية سعادة. ربنا يرزقنا الراحة والسكينة والسعادة وحبه والرضا والحمد بإذن الله. السلام عليكم.